السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة الناسفج الناجحة 100%. نتمنى أنكم تجربوها. نبدأ على بركة الله. شوفوا هذيك القرمشة، سمعوها. مرحبا باللي جا وجاب، مرحبا باللي غاب وعاد، مرحبا بكم كامل يا الأحباب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. ملعقتين كبار من خميرة الخبز كما راكم تلاحظوا. نزيدوا لها ملعقة كبيرة نتاع سكر، نزيدوا لهم 2 كيسان نتاع ماء دافي. ملاحظة فقط، ما لازمش نديروه ماء سخون لانه يطيب لنا الفرينه. نديروه ماء دافي، لازم تعتمدوا هذه الملاحظه عندكم. دافي. نخلطوه مليح، نغطوه، نخلوه من بين 5 دقائق و7 دقائق على حسب درجه الحراره يتفاعل. نزيدوا له الكاس نتاع الفرينه. من الاحسن انكم تصيروه، تخلطوه مليح، تعاودي تغطيه وتخليه بين 5 حتى 7 دقائق كذلك. كي تشوفوا تفاعل كل شيء مع بعض، نخلطوه مليح مليح. بعد ما هبطنا له الخميره نضيفوا له 2 من الكيسان تاع ماء دافي، ونزيدوا معاه كيلو تاع فرينه، وايضا نضيفوا له كيس من خميره الحلوى. انايا درت خميره الحلوى فيها 11 غرام. في الاخير نزيدوا ملعقه كبيره نتاع ملح. نخلطوا كل شيء مع بعض بهذه الطريقه اللي راكم تلاحظوا فيها. بعد ما خلطنا نضرب كل شيء لتحت، نضرب مليح 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 باش يولي عندنا الخيط. الان راهو يتقطع، العجين راهو يتقطع، لازم نضربوه مليح مليح حتى يولي خيط واحد، حتى تولي العجينه تاعنا ما تتقطعش. هذه هي الطريقه الرائعه والسر باش يخليك هذاك السفنج تاعك مقرمش وبنين وشباب وناجح 100%. راني وريت لكم مليح مليح. الحمد لله ربي. نصليو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد ما خلطناها مليح مليح تولي خيط واحد، تقعد تلصق في اليدين طبعا هكذا كما راكم تلاحظوا. نغطوها ونخلوها تخمر، وكل مره نهبطوا لها الخميره. يعني نخلوها تخمر المره الاولى ونهبطوا لها الخميره، نخلوها تخمر المره الثانيه ونهبطوا لها الخميره، نخلوها تخمر المره الثالثه خلاص نحبسوا نهبطوا لها الخميره ونقرصوها. نديروها ديبول صغار في السنيوه، ونكونوا بعد ما مسحنا السنيوه تاعنا كامل بالزيت نديروها. والان نكونوا درنا في مقله فيها شويه زيت، القليل من الزيت، وانا كيما انا هذه الكسرونه معتمدتها في القليان نعمروها بالزيت. هذه كذلك من احدى الاسرار باش هذاك السفنج تاعكم يجي مقرمش وبنين ومنتفخ. هذه هي من بعض الاسرار نتاع السفنج. تابعي الخطوات اختي، اكيد حيجيك ما شاء الله، وتقدري تجربيه وترجعي لي في لي كومونتير، تكتبي لي وتقولي لي بلي راني جربته وجا ما شاء الله. نتمنى نفيدكم بكل الاسرار وبكل الوصفات اللي انا نديرهم وينجحوا لي، وما نبخلش على خياتي، وانتم ما تبخلوش عليا غير بجام وبارطاج وترك التعليق. اذا وصلتي لهذه النقطه بالذات قولي لي من اي بلد او من اي منطقه راكي تتابعي في هذا الفيديو.
نتاع السفنج. ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم نتلاقاو دائما في ساعة خير، انايا وانتوما باذن الله الرحمن الرحيم. وشكرا على حسن الاصغاء والمتابعة في هذا الفيديو نتاعنا. كما دائما اذكر نفسي ونذكر نفسي واياكم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نتمنى تشجعوني باش نكمل ونعطيكم الكثير من الأسرار، لأني عندي الكثير من الوصفات الرائعة اللي نتمنى بإذن الله الرحمن الرحيم نفيدكم بها. شوفوا كيفاش جا منتفخ، كل شيء قدام عينيكم. وإلا حبيتوا تشوفوا الطريقة يعني مباشرة في كل شيء، أكيد راني ديرتهم كلهم في صفحاتي نتاع الفيسبوك، بلدية في الغربة. راني دايره العديد من الفيديوهات نتاع السفنج، وسفنج من الأكلات من المعجنات المحببة إلى قلبي. والآن شوفوا النتيجة كيفاش ما شاء الله خرج منتفخ شباب بنين، يتحمر وجهك قدام الناس قدام ضيافك، إذا كنت رايحة عند الناس كذلك. ما شاء الله السفنج والنتيجة قمة في الروعة. يعني كيلو يجي ما شاء الله يجي بزاف. شكرا لأنكم تابعتوا هذا الفيديو من الأول إلى الأخير، وإن شاء الله بربي ينجح لكم. وكما قلت لكم تبعوا الخطوات، أكيد ينجح لكم. نخليكم والله يحفظكم والله يسترها معكم، وبإذن الله الرحمن الرحيم نتلقاو دائما في ساعة خير. نخليكم في أمان الله ورعايته، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا. سلام.